السلام البنات، كيف بقيتو؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم اختي الرابع في رمضان، اجي تشوفي الشهوات اللي غادي نوجد معك. اول حاجه غادي نوريك اسهل طريقه باش تصاوبي البطبوط ويجيك مفشفش وخاوي من الوسط، ما فيهش ديك العجينه مدقصه، بطريقه سهله وبعجينه عاديه واقتصاديه. هذه اول حاجه. وثاني حاجه غنوجد معك هي واحد لاصوب اللي روعه واقتصاديه. نتوما عارفيني مع اقتصاديه وسهله، ومكوناتها كاينين في كل دار، ما يمكنش ما يكونوش عندك. مكونات اللي كاينه في كل دار غتوجدي صوبه اللي غيبغيوها ولادك، وفي نفس الوقت ما غادي هي بالخضر وما غيعرفوش انها مصوبه بالخضر بكتاتما بنينه. دوز اختي تشوفي الحشوه، ماشي الحشوه، العجينه ديال البطبوط وحتى الحشوه حتى هي، وتشوفي لا سوب كي تندير. دوز اختي نبداو على بركه الله. اختي عندي هنايا نص كيلو ديال الفوص وربعه ديال الفينو، يعني فاش ديري كيلو ديال الفوص غديري فيه نص كيلو ديال الفينو. عندي ساين، خليكم معايا. غنديرو اختي الملحه، وديروا حساب انه غتكون الحشوه حتى هي مالحه. غنديرو معلقه د الخميره، غنديرو قريصه ديال سنيده، هانتوما غير نص معلقه. وغنديرو شويه ديال الثومه بودر، اللي عنده حتى البصله بودر يديرها. انا ما عنديش، عندي غير الثومه. غندير شويه ديال الثومه باش هكا تجي الخبز ديالنا تيجي منسم. صافي اختي العجينه هانتوما ما تجيش مرخيه بزاف وفي نفس الوقت ما تجيش قاصحه. غادي ندوز نغطيها دابا بميكا، غندهنها بعدا بالزيت باش هكا ما تلصقليش ميكا عليها. ونغطيها ونخليها تتحالى خطاها بين ما وجدت لها الحشوه ديالها. صافي اختي، هنا من بعد ما العجينه ديالنا خمرات مزيان وضاعف الحجم ديالها، غادي نجيبها سطح العمل. غنحاول نخويها من داك الهواء اللي فيها، وهنا غادي نقسمها على 3. صافي، ونجيب الاول اللي غادي نخدم به، وهادو نردهم لهنايا. صافي، ونخليها هنايا ونعاود نغطيها بميكا. صافي، هنا اختي غادي نرش سطح العمل مزيان بفينو باش هكا ما تلصقليش العجينه ديالي، وغنرشها حتى هي من الفوق مزيان باش منين نكون ندلكها ما تلصقش. وغنبدا نطلقها. غنطلقها حتى يولي السمك ديالها رقيق. نتوما تطلقوا، نتوما تترشوها باش هكا ما تلصقلكمش.
صافي ها انت اختي من بعد ما طلقتها رقيقه هانتي تتشوفي. غادي نجيب القطاعه ونقطعها القطاعه ديالي باش تبان لكم. هذا هو السمك ديالها. انا بغيت الخبيزات شويه كبار. غادي نبدا نقطع في العجينه ديالي. وغتلاحظوا فاش غتبداو تقطعوها ما غاديش يتغير الحجم ديالها، غتبقى هي. علاش؟ لحقاش فاش طلقتوها بالسميده مزيان ولا فينو مزيان باش هكا ما تلصق لكمش. صافي اختي غادي نكمل مع العجينه كامله. غنحيد هاد الزوائد هادو. هاد الاولين ما باكش عليهم مزيان. الخبيزات ديال كيف ما تتهزيهم كيف ما تيبقاو ما تيعواجوا ما حتى حاجه، غير تبعي الطريقه اللي عطيتك راه تيبقاو كيف ما هما. دابا غندوز نهز العجينه المواليه. هانت اختي انا رشها مزيان كي تتشوفوا، و نباك عليها بالمدلك حتى تطلق لي. وكما قلت لكم نتوما تتباركوا عليها بالمدلك ونتوما تترشوا باش هكا ما تلصق لكمش. صافي غنعاود نرشها من هنا. هادو صافي اختي ها العجينه ديالي واجده. غندوز نقطعها. والله ما تتبغي تفك. صافي اختي غنكمل بهاد الطريقه هكا. فاش غتجي طيبيهم ما غاديش يجيو مدقصين، بالعكس غيجيو مفشفشين من الداخل وما فيهمش قوه العجينه من الداخل. واه يا ناري. صافي اختي غنحيد هاد الزوائد هادو اللي تيبقاو لاصقين وغنديرهم حتى هما في ميكا. غنجمعهم ونديرهم في ميكا باش هكا فاش نسالي العجينه ديالي كامله يكونوا هما طلقوا ونعاود نصاوب بهم.
صافي غنديرهم في ميكا ونخليهم يطلقوا على خاطرهم، ونجيب الخبيزات ديالي ونديرهم في بلاطو. صافي اختي غنكمل بهذه الطريقه حتى نسالي الخبز ديالي كامل. دابا اختي غندوز نوجد الصوبه ديالي. اليوم الحياه بقى فيها غير واحد شويه حيت الوالده اللي تتبغيها. راجلي تيصاوب البصاره ديالو، قالك بغى يفطر بالبصاره. انا اختي وليداتي تنصاوب الصوبه. بالنسبه للصوبه اسهل صوبه ممكن تصاوبيها وتتجي بنينه وما تيحسوش بها نهائيا بانها فيها الخضر. عندي هنا كاع خضار نقيتها وغسلتها. غنقطعها مربعات صغيره. عندي هنا 2 بطاطات، وعندي 2 خيزويات. بالنسبه للخيزويه اللي عندكم حبه كبيره صافي ديروا غير وحده، ما عندكمش ديروا 2. وخلاص الخضره راكم عارفين على حسب عدد الافراد. انا عندي حنايا بابا اللي غادي ناكلوها، وإلا كلاوها ولادي الا عاقوا بيا دات فيها الخضره ما غياكلوهاش. داكشي علاش تنحاول نصاوبها قبل ما يجيو عندي. صافي اختي غنردهم يتسلقوا. غندير فيهم واحد الضويمه ديال الثومه ماشي كامله غير شويه، وغادي ندير كنور ديال الدجاج ومليحه وبزيره وشويه الزيت البلديه، وغنردها تسلق. غنرد هاد الخضره ديالي تسلق بشويه د الماء. هانتوما تشوفوا ما نديرش الماء بزاف. هانتوما غير غطيت الخضره ما تيبان لكمش مزيان. المهم غير غطيت الخضره ديالي بالماء ما كثرتش. كما قلت لكم غندير زويته بلديه شويه، الملحه والبزار. الملحه ديروا القياس في مره ديالكم. صافي اختي بالنسبه للضمه ديال الثومه غنضيف غير النص ديالها، ما نديرهاش كلها، غير النص هانتي كتشوفي. واللي ما عندهاش الضمه دير ضريس ديال الثومه. كنور الدجاج غندير كنور الدجاج حيت ما بقاليش الصدر ديال الدجاج ولا ديال اللدان سالالي وما خرجتش نتقدى، راني عيانه شويه الله ينجيكم، فغادي ندير غير ضامه. غندير النص ديالها دابا والنص غادي غنخليه حتى تسلق، حتى نبغي ندورها. طبيصي فين حطاتش. صافي غنخلي هاد النصيص هذا حتى نبغي ندورها عاد ندير. دابا نسد عليها الطيب ونتلاقاو نشوفوا كي غادي نديرو لها. صافي اختي شوفي لي كتيجي مفشفشين منفوخين. انا نحلهم قدامكم تيجيو ساهلين. شوف تيجيو ساهلين في الحلان. غتحليهم بمقياس دعاء. صافي اختي تنحلوهم تنديروا الخص. كل واحد تيعمرهم باش بغا. انا بالنسبه لي تندير الخص، تندير الحشوه. بالنسبه لي الحشوه انا تندير لا دندو البصله واولا. الحشوه المعتمده عندي اللي تيبغيوها ولادي عافية تشاركتها معكم. تندير الطريف ديال الكاشير، شويه د الفرماج محكوك صافي وتنسد. هانتوما شوفوا كي تيجي منفوخين. فاش تحطيهم تتخليهم يتنفخوا على خاطرهم
ما تتقلبيهمش في الاول حتى تطيب الجهه التحتانيه. سخونين. هانتوما الخص هذا الكاشير، الحشوه، هانتوما و الفرماج وصافي وتنحطهم. غنكمل بهذه الطريقه حتى نسالي الخبيزات ديالي كاملين وندوز باش نصاوب الصوبه. طابت خليتها غير تبرد باش عاد نوجدها. صافي اختي، هنا من بعد ما طابت الخضره ديالي وطحنتها كي تتشوفي، عاودت شعلت عليها باش غادي نضيف لها اولا كريمه ديال الطبخ. اي كريمه ديال الطبخ عندك غتضيفيها عليها وديري داك الكنور اللي بقى لك ديال الدجاج وتخليها تغلى شويه. صافي اختي كي تتشوفي خويها كامله وغادي نحرك نخليها تغلى شويه. وغنضيف كنور ديال الدجاج اللي قلت لكم غادي نخلي حتى الاخر. صافي اختي غنخليها تغلى شويه باش يذوب لي كنور، وفي نفس الوقت الكريمه ديال الطبخ تعقدها شويه. البطيبيطات كي تيجيو هادو داتهم بلا خص ودات فيهم الحار ديال ماما وراجلي، وهادو ديالنا. شوفي لي كتيجي، شوفي لي اختي الختاريه ديالها كتجي، شوفي غير من الريحه ما شاء الله. شوفي لي اختي، شو ما شاء الله لا تكستور ديالها كي دايره. حتى البنات ماشي دق بنين. هنا كالعاده من بعد ما ساليت جمعت الدويره، وهنايا باقا بنتي تتغسل الماء المسكينه وجفيت شويه على الطاس الدار. دابا اختي من بعد ما ساليت غنمشي نضربها بشي تدويشه، حيت فاش تنسالي الشغل تنحس براسي حالتي ما تنقدرش نبقى هكاك. غنمشي ندوش ونرجع عاد ندير شويه د البخور. توحشت اختي ريحه البخور، توحشت ريحه العود، توحشت ريحه صاغينه. نمشي اختي نبخر، نمشي بعدا ندوش ونقاد حالتي حتى تنبغي نبخر نكون متوله. وقال هذاك على سين قيس 10 نتول ونقاد عاد ندير شويه د البخور. مشي اختي هكا نرتاح شويه. يلا اختي عاد ندوزو الماسك ولا بلا ماسك اليوم واقيلا. سوا اختي القهيوه تنشربوا قهيوتنا اختي. حقيقه نقيه شويه صاحبتي مش خاطره ما شاء الله. واش نقول لك ديما تنبغي نسولك واش شويه غليظه؟ قولي لها كي دايره ما شاء الله. دابا شوفي انا مازال كنقي فيها. دابا اختي جا وقت البخور. شكون بحالي تتموت على البخور، توحشات البخور. هانتوما البنات هنايا عندي مخلطه صغينه والمسكه وسديتو صغينه والمسكه والعود وبزاف د الحاجات ولبان الدكار. المهم بزاف د الحاجات مخلطين. سدي المهم ما تبغيش ريحه صغينه. بشويه دعاء نبخركم حتى نتوما. لا طفيتي الضوء.
غنضيف شويه ديال الشبه، راكم عارفين الشبه. الله يا ربي. صافي اختي، هذا هو الفيديو ديال اليوم. تلاقاو غدا ان شاء الله في فيديو جديد، في فلوق جديد، او في ماسك جديد ان شاء الله يا ربي. باي باي عليكم.